نبدأ بسم الله وبنصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا فيكم أحبابنا المتابعين، وإن شاء الله تكونوا جميعا بأفضل حال. في فيديو اليوم عملت المسلفل الفلسطيني أو الرز المسلفل الفلسطيني، وهو من التراث الفلسطيني الأصيل. وإن شاء الله أنكم تستمتعوا بمشاهدة هالوصفة. أما قصة اليوم فحصلت مع أخت تحكي قصتها إنه هي تزوجت، وللأسف إنه أول يوم الزواج أو يوم الزفاف بعد انتهاء يعني حفل الزفاف، وبينما كانت هي وزوجها متوجهين إلى بيتهم حصل معهم حادث. وللأسف يعني زوجها تضرر بشكل كبير جدا من هذا الحادث. زوجها طلع بكسور كثيرة جدا. فبتقول سبحان الله، من أول يوم الزواج دخلنا في موضوع المستشفيات والدكاترة والعمليات. طبعا هم ساكنين ببيت أهل الزوج، يعني ساكنين بغرفة واحدة بس. فبتحكي يعني سبحان الله، من أول يوم تزوجت بدأت بخدمة زوجي، وزوجي كان يعني إنسان تعبان جدا، وزي ما قلنا بسبب الكسور الكثيرة اللي تعرض إلها، فكان يعني يطلع من عملية لعملية. طبعا بسبب الحادث اللي صار كانت تتسمع كلام كثير جدا من حماتها اللي هي أم زوجها، إنه هي كانت السبب بالحادث اللي صار لزوجها، وإنه هي وجهها نحس على زوجها، ودخولها كان سيء على بيت أهل زوجها. وبتقول أنا كنت ساكتة وصابرة ومحتسبة، لأنه خلص يعني أنا بدي أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى علي. وبتقول فعلا يعني من شدة الكلام اللي تسمعته فعلا صرت مقتنعة إنه أنا إنسانة نحس وإنساني وجهي سيء على زوجي. فبتقول لهذا الشيء يعني كله طلعت منه بإنه أنا إنسانة ساكتة 24 ساعة ما برد شو ما بينحكى إلي، وإنساني بس بدي أخدم زوجي. يعني اعتبرت انه انا الان في عندي طفل صغير وبدي اخدمه. وايضا كمان بدي اخدم اهل زوجي، حتى انه شوي يعني ادافع عن نفسي بخدمتي لاهل زوجي. فبتقول يعني كنت انا اللي بخدم زوجي وقائمة بشغل أهل زوجي كامل في البيت، مع العلم أنه كان في خوات زوجها موجودين وحماتها بتقول يعني صحتها كويسة، لكن بتقول أنا اللي كنت يعني أخدم الجميع، بس بدي السترة يعني حتى أبين لهم أنه أنا فعلا وجهي مش نحس. فبتقول الله يعلم أنه أنا قديش صبرت وتحملت، ويعني ضليت على أمل إنه زوجي الله سبحانه وتعالى يعافي، وبعدين يعني هو يعوضني بشيء من الإشي من اللي الظلم الشديد اللي كنت متعرضة له من أهله، وإنه يعوضنا عن خدمته له ولأهله. فبتقول سبحان الله يعني مضى على هذا الوضع 15 عام بالضبط. بتقول والله كنت أنام على الساعة 12 في الليل أو على الوحدة في الليل، وأصحى الساعة 7 الصبح أو من قبل كمان، حتى أقدر ألحق شغل البيت وخدمة زوجي. فبتقول بعد 15 سنة من العمليات زوجي الله سبحانه وتعالى عافاه. فبتقول أول ردة فعل من زوجي بعد ما الله سبحانه وتعالى عافاه وصار كويس وهيك، فكانت أول ردة فعل منه إنه بيحكي لي إنه أنت مهملة بشكلك. بتقول أنا هاي أول صدمة صدمتها من زوجي، إنه بعد ما يشكر يعني بعد هذا الوقت الطويل من الخدمة إنه يشكرني، لكن للأسف بتقول صار يعايرني إنه أنا ما بهتم بشكلي، إنه أنا يعني أكبر من عمري، وكأنه يعني ما كان عايش معاي ولا شايف إنه أنا يمكن فعلا أهملت في شكلي، لأنه أنا كنت خدامة في البيت، أنا كنت خدامة، ما كان في معي وقت إنه أنا أتذكر إنه أنا صبية أو لازم إنه أهتم بشكلي أو أهتم بمنظري أو أهتم بشكل وجهي، لأنه أنا كنت عايشة فعلا خدامة بيناتهم. فصار يعني كل يوم يعايرها بمنظرها وبشكلها، وإنه هي أكبر من عمرها، رغم إنه هي كانت في الثلاثينات، لكن بسبب الخدمة وقلة الاحترام والكلام اللي على الفايت وعلى الطالع هي إنسانة فعلا يعني صارت أكبر من عمرها. فبتقول كنت لا أملك إلا إني أبكي. يعني أنا كنت بنتظر إنه زوجي هو اللي يعوضني، لكن للأسف صار زوجي يسمعني كلام زيه زي أمه وخواته.
فبتقول بعديها بفترة كمان اتفاجأت إنه زوجي بيحكي لي قدام أهله جميعا إنه هو بده يتزوج وحدة حتى تعوضه عن الأيام والسنين الطويلة اللي عاشها في المرض. بتقول أنا في لحظتها ما طلعت مني إلا كلمة واحدة، إنه الله يسهل عليك، بدك تتزوج تزوج، لكن أنا طلقني خلص، أنا بكفيني خدمة. فبتقول للأسف زوجي يعني تصورت انه يتمسك فيي، انه يحاول يقول لي لا وانت خدمتيني وانت خدمتي اهلي على طول، يعني قالها بدك تطلقي تطلقي، انا في النهاية انا كمان انسان بدي اعيش حياتي. ففعلا طلقها ورنت على اخوها واجى اخذها. بتقول طلعت فقط بشنطة ملابسي. بتقول لما طلعت والجيران عرفوا في قصتي، قالت والله كانوا كلهم رجالا ونساء بيبكوا من بكائي، وبعضهم كان يشتم زوجي ويشتم أهل زوجي لأنهم يعني أنكروا معروفي وأنكروا خدمتي إلهم طول هالسنوات. فبتقول أجاني إمام مسجد الحي اللي عنا، فقالها يا بنتي بتآمني بالله سبحانه وتعالى؟ قالت والله مؤمنة يا شيخ. قال بتآمني بجبر الله؟ قالت مؤمنة إن الله سبحانه وتعالى سيجبرني. قال والله لا يجبرك، طالما أنت مؤمنة أن الله سبحانه وتعالى رايح يجبرك ورايح يعوضك، بإذن الله تعالى سيجبرك وسيعوضك. بعد فترة أخوها كان بيشتغل في مصنع، فقدر إنه يقنع مدير المصنع إنها تشتغل في المصنع. فبتقول والله أنا يعني انبسطت إنه يعني كنت بدي أطلع أغير جو، أطلع من الاكتئاب اللي أنا عشته بعد الطلاق اللي صار معاي والظروف الطلاق اللي صارت. فبتقول فعلا اشتغلت في مصنع والحمد لله، يعني أثبتت جدارتي في المصنع مع تغيير الجو، مع يعني اختلاطي بالموظفات اللي كانوا معي. بتقول الحمد لله كثير نفسيتي تحسنت. بتقول بعد سنتين من عملي في المصنع تفاجأت بواحد من الموظفين اللي كانوا بيشتغلوا معنا جاي يتقدم لخطبتي من أخوي. فبتقول هو طبعا كان عمره 40 سنة لكن ما سبق له الزواج. ف يعني طلب انه يجلس معاي لما اجى يطلب ايدي من اخوي، وفعلا دخلت وجلست معاه. فكان إنسان راقي جدا، يعني ما شاء الله، من ناحية الدين من ناحية الأخلاق. أكد إلها أنه رح يعني يعوضها، لأنه هو سمع بقصتها وأنه رح يكون يعني نعم الزوج إن شاء الله رب العالمين. لكن صارحها أنه قال إلها، قال أنه أنا 40 سنة عمري وما تزوجت إلى الآن، لأنه أنا في عندي مشكلة في الإنجاب. فإذا أنت قبلتي أنك تتزوجيني يعني إن شاء الله الله ييسر، ما قبلتي أرجو إنه أنت يعني ما تشهري فيه وما تتكلمي إنه أنا في عندي مشكلة في الإنجاب. فالموضوع متروك إليك الآن. فبتقول سبحان الله، يعني لما أراد إنه يطلع وقال خذوا فترة واستخيروا، فبتقول والله كنت يوم عن يوم أزداد يعني هيك أزداد قناعة إنه هذا الإنسان المناسب إلي، بغض النظر إنه في عنده مشكلة في الإنجاب أو لا. فبعد فترة قالت لأخوها إنه خلص أنا ما مرتاحة لموضوع الزواج من هذا الشخص وخلينا نوافق عليه. فبتقول فعلا سبحان الله، يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى تمم وتزوجنا. تفاجأت فيه إنه أصر إنه يعمل إلي عرس وكأني بنت لأول مرة بتزوج. عمل إلي عرس يعني كان ولا في خيالي، وجاب لي أحسن أثاث، وسكنت في بيت مستقل، وأهله كانوا قريبين منا، لكن أهله كانوا ناس يعني ما شاء الله قمة في الأدب والأخلاق والاحترام. يعني حسسوني فعلا من أول يوم دخلت عليهم إنه أنا بنتهم مش كنتهم. فبتقول الحمد لله، يعني شكرت الله سبحانه وتعالى إنه فعلا جبرني، إنه عوضني بهذا الزواج سواء في زوجي ولا في أهل زوجي. بتقول عمري في حياتي ما كنت متصوري إنه الله سبحانه وتعالى يعوضني بهذا الشكل. فبتقول بعد زواجي بأسبوع اقترح علي زوجي إن نطلع عمرة. فبتقول يا الله، بتقول قديش كنت مبسوطة، لأنه كانت العمرة شيء من الأحلام المستحيلة بالنسبة إلي. فبتقول فعلا طلعنا عمرة، وبتقول هناك جلسنا في صحن الحرم بعد ما أنهينا المناسك. فبتقول تفاجأت بزوجي إنه صار يدعي يبكي إنه الله سبحانه وتعالى يعوض علينا بالذرية الصالحة. فكان يعني يدعي بصوت عالي إنه يا رب إذا عوضتي بالزوجة الصالحة يا رب تعوض علي بالذرية الصالحة. بتقول صرت أنا أأمن وأبكي معه. بتقول والله أنا ما كان في عندي خلص، يعني بتقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى إذا عوضني بالزوج الصالح، لكن بتقول في هذيك اللحظة تمنيت الذرية الصالحة حتى الله سبحانه وتعالى يفرح زوجي، لأنه هو مفرحني بكل شيء.
فبتقول بعديها بشهرين بالضبط بعد ما روحنا من العمرة صار معاي مغص شديد جدا، فزوجي على السريع وداني على المستشفى، فعملوا لي فحوصات، والحمد لله رب العالمين بشرونا إني حامل إلي شهرين. يعني من لما أجت من العمرة فسبحان الله لحظة ما كانوا يدعوا كانت أبواب السماء مفتوحة، فالله سبحانه وتعالى عوض عليهم وحملت. وبتقول بعدها بفترة لما رحت بدي أفحص بشرتني الطبيبة إنه أنا حامل بتوأم. فشوف عظم عوض الله سبحانه وتعالى، قديش هي صبرت وقديش تحملت، فالله سبحانه وتعالى جاءها العوض أضعاف مضاعفة بالزوج وبأهل الزوج وببيت مستقل وبذرية صالحة وحمل بتوأم من أول مرة. فالحمد لله رب العالمين، خزائن لا تنفد سبحانه وتعالى، وكرمه عظيم وفضله عظيم، عوضها بعد صبر وجبرها بعد كسر. لو بنكون خلصنا، بنشوفكم إن شاء الله في المرات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.